السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة كبسولة جديدة من كبسولات الجودة. الحمد لله قفلنا الفترة اللي فاتت بلاي ليست كاملة ليها علاقة بالكواليتي كبسولز، وقعدنا ندردش فيها على الكواليتي مانجمنت سيستم بالكامل. النهاردة بقى أول حلقة نوعا ما هتكون عملية شوية. هنتكلم على أنا عندي سيستم أو ما عنديش سيستم، عندي شركة جديدة عايز أوصلها لمرحلة إن أنا يكون عندي بروسيجر، عندي مانيوال، ازاي اقدر اشتغل عليه. قبل ما ابتدي اقول في كام كده تip لازم نكون فاهمينهم كويس. فاكرين لما اتكلمنا على do what you write what you do؟ يعني ايه؟ يعني اكتب اللي انت بتعمله واعمل اللي انت بتكتبه. ده اول طريق. طيب انا هكتب اللي انا بعمله، اكتبه منين بقى؟ يعني مين اللي هيقول لي عليه؟ يبقى رقم واحد، لو انت موجود في اي شركة، منظومة، مستشفى، مصنع، دور على كل إدارة، دور على كل فانكشن، وروح للفانكشن دي واطلب منهم ممثل ريبريزنتيف واحد بس. يعني مثلا من إدارة الجودة هتقول له اديني شخص. طب ايه مواصفات الشخص ده؟ أولا يكون شخص مش جديد قوي، يكون نوعا ما قديم. ليه اشمعنى يكون قديم؟ عشان يبقى فاهم ايه هي العمليات اللي بتتم في ادارته. طب ده هيفيدك بايه؟ بدل ما تروح تتكلم مع 7 8 افراد، تقدر تتكلم مع شخص واحد، والشخص ده على الاقل هيدي لك 60 او 70% من المعلومه. طب وال 30% التانيين تبتدي بقى ايه؟ تسال زياده مدير الاداره يقدر يوصلك. طب هل لازم الشخص ده يكون مدير الاداره؟ يا ريت، بس هو اكيد مش هيبقى فاضي، فبناء عليه بيقدر يعمل ديليجيشن او بيختار واحد تاني هو اللي يقدر يوصل لك المعلومه اللي انت طالبها. طيب بعد ما ابتديت تقعد، وهو ده اول فخ تقع فيه، لازم تكتب اللي انت بتسمعه. سجله في صورة نقط، في صورة معلومات، في صورة ارقام، في صورة عمليات لو تقدر، لو انت محترف جدا. طب ليه؟ علشان بعد ما تسمع كتير هتوه في التفاصيل، فلازم تقدر يكون عندك مرجعية ترجع لها، اللي هو الاجندة بتاعتك بالورقة والقلم، يعني مش حاجة كبيرة. طيب قعدنا واتكلمنا وعملنا كل حاجة، لازم ساعتها تقعد مع كل ممثل. وانت بتتكلم مع كل واحد، لو انا بتكلم مثلا مع البروكيورمنت هتلاقي راح جايب سيره الكواليتي في حته معينه. لو بتكلم مع الاتش ار هتلاقيه راح جايب سيره الاوبريشن في حته معينه. لو بتكلم مثلا مع التنفيذ هتلاقيه جايب سيره الكواليتي والكوست والبروجكت والبلاننج وكل ما تتخيله من فانكشنز. ليه؟ عشان كل حاجه دي انتجريتد، يعني متداخله مع بعض. فانت دورك ان انت تعرف نقط التداخل ما بين كل اداره والتانيه وتحددها. طب هتحددها بالكتابه، انا مش طالب منك لحد دلوقتي تعمل بروسيجر خالص، اشتغل زي ما انت، بس خد بالك وانت شغال ما تسرحش في التفاصيل. فرق ما بين اللي الناس نفسها فيه واللي موجود على ارض الواقع. يعني حضرتك بتعمل خطوه 2 3 4، بس تتكلم مع راجل انا كان نفسي نعمل 1 2 5 6، 3 4 دول اصلا ما لهمش لازمه. فتروح انت تحقق له امانين وتعمل له 1 2 5 6، وتحط البروسيس او الاجراء قصادك. تيجي تتكلم معاه يقول لك لا بس ده ما بيحصلش، ده بيحصل حاجه تانيه خالص. اخ انت هنا وقعت في الفخ. ايه الفخ بقى؟ البيز، القاعده. القاعده اللي بتقول لك اعمل اللي بتكتبه واكتب اللي بتعمله، وبعد كده طور براحتك. جزء كبير جدا من الناس بشوفهم بيخشوا في دوامه، هو انا اكتب اللي بعمله دلوقتي ولا اكتب اللي هعمله قدام؟ لا، اكتب اللي بتعمله دلوقتي، ولما ربنا يكرمك وتقفل ريفيجن زيرو كده وتبقى حاجه ابروف، اشتغل على التطوير من تاني يوم. في نقطه كمان مهمه جدا، الفورم. لازم الفورمه تكون موجوده، ولازم تكون فورمه ورق. لا، مواصفه الايزو ما بتقولكش، بتقول لك ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ عايزها سوفت، عايزها هارد، يعني عايزها ورق ولا عايزها الكترونيك، ان شاء الله تكون صوره، مش فارقه، المهم تنقل المعلومه. حتى اسمها دوكيومنتد انفورميشن، يعني المعلومات الموثقه. طب نقطه ثانيه ودي مهمه جدا، ما ينفعش يكون عندك فورمه شيطاني. يعني ايه بقى الفورمه الشيطاني؟ استخدمها فين؟ يعني انا مديك فورمه ومديك اجراء، اجي ابص الفورمه دي راكبه فين في الاجراء، مش لاقيها. فاكلمك يا فلان الفورمه دي بتشتغل امتى؟ فتقول لي دي بعد الحته الفلانيه. طب ما تقول له جوه الاجراء. او مره واحده هي الفورمه ظهرت من العدم، استخدمها وانا اصلا مش مديها لك. يعني جاي بقول لك مثلا اعمل لي الريبورت الفلاني وانا مش مديك صوره الريبورت، مش مديك شكل الريبورت، مش مديك تصور للريبورت، فانت هترتجل. فلما تيجي ترتجل، واحد زيك بقى في اداره تانية او في مشروع تاني هيرتجل هو كمان، فيبقى عندي ريبورت وريبورت تاني خالص، والاثنين بيوصلوا نفس المعلومه، فبقى ما بقاش عندي حاجه كنترول، مش هقدر اقيسها. طيب المره اللي جايه هنبتدي نتكلم على النظريات اللي ببني عليها بعد ما الم الكلام بقى.
ما انا لميت الكلام كله، طب هكتبه ازاي؟ ايه المفروض اكتبه؟ بس خد بالك كتابة الإجراء برضه مدارس. في ناس بتحب تكتب، في ناس بتحب ترسم، في ناس بتحب تكتب بالتفصيل جدا وتحط صور وتحط أشكال، وفي ناس تانية يقول لك لا 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 أنا هشتغلها مينيمم، هشتغلها بأقل الإمكانيات الممكنة. عشان كده إحنا بنشرح مدارس، وإن شاء الله يكون علمي ينتفع بيه. والمرة الجاية هنتكلم على نظرية البيديكا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.